السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من طريق الشلاحات. يعني ملوش فيها زي روي فيتوريا اللي كان بيقبض في الشهر 200 ألف يورو. هم كانوا بيجيبوا يورو منين عشان يقبضوه؟ هل كان البنك بيصرف لهم عادي، ولا كانوا بيضطروا يجيبوهم السوق السوداء، ولا ايه؟ ما حدش عارف. اللي بيروح ما بيرجعش، مع ان مصر كلها ادائها مش ولا بد بقاله 10 سنين ومحدش يتكلم عن رئيس اتحاد الكره اللي مسؤول عن مصر. الجنيه متاخد ورا مصنع الكراسي وبقه معمول جزامه، كله عمال يديه على وشه. كل العملات، اغلب المزارع الماشيه اللي اتعملت وافتتاح السيسي اتقفلت بعد الافتتاح بشهرين. عمرو اديب دلوقتي بقى صوت المعارضه بعد ما خد الجنسيه السعوديه، في حين ان لميس على الناحيه الثانيه ما خدتش الجنسيه. يا عيني عماله تسقف مش عايزين نقول عيب. وتوصل انه الناس بتخش السوبر ماركت تجيب الجبنه الرومي او التركي زي ما بتقولها، وتروح تدفع على الكاشير يقول لك والله احنا اسفين يا فندم السعر زاد، عقبال ما انت حطيت التيكت هناك في قسم الاجبان ولغايه ما وصلت هنا السعر زاد بتاع الجبنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده من طريق الشلاحات. طبعا الشارع المصري كله متضايق وحزين من امبارح بسبب خروج منتخب مصر من تصفيات النهائية لكأس أفريقيا. الإعلام الرياضي والإعلام الغير رياضي وأي حد بيطلع على التلفزيون بيتكلم بوضوح شديد جدا عن تحمل المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا للنتائج السيئة، وتحمل اتحاد الكورة اختيار مدرب يعني ملوش فيها زي روي فيتوريا اللي كان بيقبض في الشهر 200 ألف يورو. بيقبض في الشهر 200 ألف يورو، وبيقبض المرتب ده من يوليو 2022 من ساعة ما مسك المنتخب. يعني لحد دلوقتي قبض له فوق 3 مليون يورو. والحقيقة السؤال الأولاني الكوميدي، يعني هم كانوا بيجيبوا يورو منين عشان يقبضوه؟ هل كان البنك بيصرف لهم عادي، ولا كانوا بيضطروا يجيبوهم السوق السوداء، ولا ايه؟ ما حدش عارف. فده سؤال مهم شوية. السؤال التاني، طيب بعد الفشل الذريع اللي حصل ده، وبعد ما كل الاعلام الحمد لله مسك الحديده وقال ان اتحاد الكوره هو اللي مسؤول والمدرب هو اللي مسؤول والكلام الجميل ده، هل الفلوس اللي اتدفعت دي هترجع تاني؟ قال لك لا، اللي بيروح ما بيرجعش، واحنا اصلا لسه مش عارفين هو هيكمل ولا مش هيكمل، مش موضوعنا. انما في حاجه محدش خد باله منها خالص. دلوقتي لما المنتخب نتائجه واداؤه ما بقوش قد كده، على طول رحنا دورنا مين اللي مسؤول ورا ده، والاعلام بمنتهى الفنجره قال لك على طول اشاور كده على اتحاد الكوره والمدير الفني. خلاص، مع ان مصر كلها ادائها مش ولا بد بقاله 10 سنين ومحدش يتكلم عن رئيس اتحاد الكوره اللي مسؤول عن مصر. محدش قادر يجيب الرئيس المسؤول عن النتائج المهزليه في كل المجالات. الله، ما انتوا حلوين اهو، ما انتوا ولا فيكوا صوت اهو. اول ما المنتخب خسر على طول مين المسؤول عن اتحاد الكوره؟ على طول راحت في ثانيه. طب مصر كلها متدهوله، الجنيه متاخد ورا مصنع الكراسي وبقه معمول جزامه، كله عمال يديه على وشه. كل العملات، السعوديه وقفت التعامل بالجنيه المصري اصلا، قال لك فكك الجنيه المصري ده ولا الورق الابيض. ومحدش اتكلم، محدش قال مين المسؤول. فين عبد الفتاح السوس اللي في 2018 قال بنهاية 2019 مصر هتنتج 124 ألف طن لبن؟ كده اديله حلو 124، ولا هي 125، ولا هي 150، ولا هي 100؟ فتحسوا رقم كأنه مدروس. 124 حلوة كده ومنطقية، فاهم؟ مع ان مصر بتنتج 1000 طن بس، هم هيبقوا 124,000، 124 ضعف. طب ازاي؟ هو عادي، ما حصلش، مفيش. طب حد اتحاسب؟ لا. طب احنا عملنا مشروع 1,500,000 رأس ماشية واتصرف عليه باعتراف السيادات اللواءات كلهم اللي اتكلموا في الموضوع
عن طريق جهاز المشاريع القوميه. اي حاجه فيها سرقه لازم احط لك في اولها كده المشروع القومي لكذا، عشان يبقى ده بتاعك وده مش سرقه ولا حاجه. فجهاز المشروعات القوميه للخدمه الوطنيه، الخدمه الوطنيه بقى بيعملوا فينا خدمه وطنيه، لا للمليون ونصف راس ماشيه. واديله بقى مزارع ماشيه في هنا وهنا وهنا وهنا. مين فيهم اللي شغال دلوقتي؟ مين في الاماكن دي اللي شغال لحد النهارده؟ مفيش. انا مش عايز افاجئك ولا عايز اديك المعلومه خالصه ومخلصه كده، تخش دور. اغلب المزارع الماشيه اللي اتعملت وافتتاح افتتاحها السيسي اتقفلت بعد الافتتاح بشهرين، حققت خسائر مدويه واتقفلت، اتجابت ظروفها. ليه؟ لانها موكله لناس غير متخصصه، مش شغلانتهم. علشان كده النهارده رئيس شعبة اللحوم في الغرفة التجارية، رئيس شعبة اللحوم في الغرفة التجارية، مش عارف رئيس ايه، القصابين، يقول لك رئيس القصابين، الجزارين يعني. فبيتكلم مع عمرو اديب وبيقول له، عمرو اديب دلوقتي بقى صوت المعارضة بعد ما خد الجنسية السعودية، يعني ايه، تحس ان هو يبال عليه وكده، وبقى محمي وبقى بيتكلم براحته شوية، ما بقاش محسوب على ايه، اعلام النظام. خلاص الراجل كبر وبقاله باسبور تاني ومحدش يقدر يكلمه، في حين ان لميس على الناحيه التانيه ما خدتش الجنسيه، يا عيني عماله تسقف مش عايزين نقول عيب. فقال له كيلو اللحمه وصل 400 جنيه، واحنا لسه ما دخلناش رمضان، امال لما ندخل رمضان هيبقى بكام؟ فرئيس شعبة القصابين دي قال له ان احنا بنصدر لحمه وبنرجع نستوردها تاني بالغالي، بمعنى ان احنا عندنا ناس، عندنا انتاج من المواشي واللحوم وعادي، وبنصدره علشان نجيب فلوس، وبعدين بنرجع نحتاج لحوم وبنروح نستوردها تاني من الاول. فانا عايز اسأل صراحة، مين المسؤول؟ مين اللي بينسق؟ فين الإدارة؟ فين المدير الفني للمنتخب؟ فين؟ فين يا جماعة؟ مين اللي بينظم العمليات دي كلها؟ احنا كان عندنا مصنع اسمنت اسمه الشركة القومية للاسمنت، تاني اقدم مصنع بيعمل اسمنت. خلاص، المصنع ده كان فيه 6 افران، قعدوا يتقفلوا واحد ورا التاني لتقليل الانتاج من 2015. طب ليه؟ سؤال بديهي. ليه عندك مصنع بينتج كويس جدا وانت مضطر ان انت تقلل انتاجه؟ لانه السوق لا يحتمل. السوق كان بينتج 85 ألف طن، 85 مليون طن في السنة، ومصر كلها بتستهلك 50 مليون طن بس. فالإنتاج أكتر بكتير جدا من السوق. واحد معدي في الشارع كده لو قلت له الكلمة دي هيقول لك طب ما نصدر. طب عندنا إنتاج كتير بيكفي السوق المحلي، طب ما نصدر الباقي. إنما المسؤولين ما شافوش الموضوع ده، الفكرة دي ما عدتش على دماغهم. فقرروا إن هم يقللوا الإنتاج ويقفلوا الافران، يوقفوا الافران فرن ورا فرن لغايه لما المشروع جاب ظرفه خالص في اواخر 2018، وتصفت الشركه القوميه للاسمنت. ولكن سبحان الله يا مؤمن، في ابريل 2018 كانت القوات المسلحه المصريه قطاع البيزنس مان، وعن طريق وزاره الانتاج الحربي، بتعمل المشروع القومي لشركه اسمنت العريش. عملوا مصنع، اكبر مصنع في الشرق الاوسط لانتاج الاسمنت في بني سويف، هو اسمه العريش بس هو في بني سويف، متفهمش ليه يعني. وقال لك وقتها انه المشروع كان مخطط له ان هو يبقى خطين انتاج، ولكن لما عبد الفتاح السوس راح بص كده قال لهم خطين انتاج ايه ده؟ لا لا، انا ما اعملش مشروع فيه خطين انتاج، اعطيني 6 حبات. اعملوا 6 خطوط انتاج، ولا السوق محتاج ايه، ولا السوق فيه ايه، ولا الانتاج ده بيطلع كام، مفيش. 2 لا خليهم 6 كده. فبقت تكلفة انشاء المصنع ده 11 مليار وكسور، 11 مليار و120 مليون جنيه. فاحنا بقينا عندنا مصنع قطاع عام بيتقفل علشان السوق فيه تخمة من المعروض، واللي بيصنعوا المصنع بيضطروا يبيعوه بأقل من السعر التكلفة علشان يتباع، لأنه ما فيش، السوق مليان. يوم الجيش راح فتح أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمنت.
في الوقت اللي اسمنت تورا اللي هو قديم اسمنت تورا بورتلاند تورا ده بيقفل، اللي هو قطاع خاص اصلا، بيقفل لنفس السبب، لتخمة المعروض. ورويترز كانت نشرة تقرير عن الموضوع ده. القوات المسلحة راحت تفتح اكبر مصنع لانتاج الاسمنت، سبحان الله الحكومة تاخد قرار وقتها تعمل قانون بخفض الانتاج، انه كل الشركات الاسمنت تنتج، كل واحده بقى تنتج قد ايه كده، علشان ايه؟ الدنيا ما تتلخبطش على الكل. وعلى جنب كده اسمنت العريش بتاع الجيش ده بقى هو الوحيد اللي بيدخل المشاريع اللي ماسكاها الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. ليه؟ طب ما احنا كان عندنا مصنع قطاع عام، ما كنت خده من القطاع العام. لا، الجيش دولة بجانب الدولة. قطاع عام ده بتاع مصر، انما الجيش بتاع الجيش. احنا نعمل مصنع ناخد منه الاسمنت بتاعنا، محدش يكسب من ورانا ويبيع اسمنت. انما انا اروح اجيب اسمنت من الشركة القومية بتاعت مصر القطاع العام، علشان انا ابقى بشغل مشاريع بقوات الجيش المسلحة المصرية الباسلة، وفي الاخر الارباح بتاعت شركة الاسمنت تروح لوزارة المالية والقطاع العام. لا يا حبيبي، مش لاعب معاكم. هو ده الجيش اللي بيقول لك احنا بنضحي واحنا بنعمل واحنا بنخلي. مصانع الاسمنت عماله تقفل وهو رايح يفتح اكبر مصنع في الشرق الاوسط بتكلفه 11 مليار، علشان الوضع الاقتصادي يبقى في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي، وتوصل انه الناس بتخش السوبر ماركت تجيب الجبنه الرومي او التركي زي ما بتقولها، وتروح تدفع على الكاشير يقول لك والله احنا اسفين يا فندم السعر زاد، عقبال ما انت حطيت التيكت هناك في قسم الاجبان ولغايه ما وصلت هنا السعر زاد بتاع الجبن 80 جنيه، لا 100 جنيه حضرتك، احنا اسفين جدا. بقى التضخم بيزيد وانت ماشي مع خطواتك جوه السوبر ماركت. انت مش عارف دخلت السوبر ماركت. احنا كنا الاول انت داخل السوبر ماركت مش عارف انت هتصرف كام. دلوقتي لا، انت اخترت الحاجات ومكتوب عليها السعر، مش عارف برضو انت هتصرف كام على الكاشير. فانت يجب ان انت تجري تلحق لك صف فاضي علشان تاخد نفس السعر اللي انت لسه طابعه دلوقتي حالا. هي دي مصر يا عبله. وفي هذه الاجواء ولا اعلامي واحد قادر يطلع يشاور على المدير الفني لمصر ويقول ان هو ده السبب. رئيس اتحاد الكوره بتاع مصر كلها محدش راضي، محدش قادر يتكلم. والاستاذ خميس الحديدي مشغوله في مهاجمه ابن علاء مبارك علشان تدافع عن السوس ونظام السوس اللي بيعالج المشاكل الفظيعه اللي تسبب فيها نظام مبارك، اللي هي كانت بتبوس رجله قبل كده، وكانت ماسكه الحمله بتاعت جمال مبارك رئيسا. الله العظيم، اللي اختشوا ماتوا. والى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من طريق الشلاحات، لحين ان ربنا يرزقنا يعني باعلام وصحافه تقدر تشاور على عبد الفتاح السيسي المسؤول عن كل القرارات في مصر اللي مودينا في 6000 داهيه، زي ما شاور بالظبط على اتحاد الكوره والمدير الفني لمنتخب مصر لما النتائج كانت مش قد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.